السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج أبو السلاطين. في بداية عام 1950 خلال أعمال حفريات أثرية التي قامت بها المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان في معبد أوام، عثرت على تمثال طوله 93 سنتي مصنوع من البرونز، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد. هذا التمثال يا عزيزي يظهر فيه الجنبية، ويعد أقدم شاهد استعمال الجنبية إلى النقوش اليمنية القديمة. هذا التمثال للملك السبئي معدي كرب المحفوظ بالمتحف الوطني في صنعاء، ويعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهو يشد وسطه بحزام واضع جنبي. وأيضا تظهر خناجر على عدد من شواهد القبور الحضرمية للألف الثالث والثاني قبل الميلاد، انجنى بأنواع، بعضها رخيص السعر وبعضها متوسط وبعضها مرتفع يصل إلى ملايين الريالات. مقبض الجنبية وهو الأغلى يكون من قرون الزرافة أو من وحيد القرن، وزخرف بالذهب والفضة. أغلى جنبية اشتراها الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف بمبلغ $1,000,000 عمرها أكثر من 1000 عام. كانت تخص الإمام أحمد حميد الدين الذي حكم اليمن من عام 1948 حتى 1962، وكانت من قبله للإمام شرف الدين في القرن السادس الهجري. أنواع الجناب اليمنية، وتتكون الجناب اليمنية من الجنبية الصيفاني، الجنبية الحاشدية، الجنبية البكيلية، الجنبية التوزة التي تتميز بحزام عريض ووضعها يكون مائل على خصر من يلبث. وأغلى الجناب اليمنية هي الجنبية الصيفاني. رقم 2 الجنابية الحضرمية، وتتكون من الجنبية القديمي، الجنبية الحسيني، والجنبية القبلي. رقم 3 جناب السعودية، الجنبية النجرانية، الجنبية العسيرية، الجنبية النجدية، الجنبية الجيزانية، الجنبية الحساوية. ومرور الزمن وتغير الظروف يا عزيزي المشاهد، تظل الجنابي جزءا لا يتجزأ من الهوية التراثية في العديد من الدول، سواء كأداة دفاعية أو رمز للشرف والمكانة، فإنها تعكس قصصا عريقة وحرفا تقليدية تستمر حتى اليوم. وبس عزيزي المشاهد، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب، شاركني رأيك في التعليقات، وأهم حاجة أهم شيء اشتراكك يقوي عظامك. سلامتك.